السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سعادة. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. متابعينا الجدد اللي نورونا على قناتنا على اليوتيوب، انتوا نورتونا طبعا جدا، ويا رب إن شاء الله تكون قناة مفيدة ليكم. وطبعا لو اول مره بتشوفوني، معاكم ادمن هبه الله، ادمن جروب لو نفسك تخسي للبنات فقط. طيب، خلصنا متابعينا اللي خلصوا تحدي ال3 ايام القوي جدا جدا، واللي لسه ما كانش لسه شايفه هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. طيب هنعمل ايه هبه بعد ما خلصنا ال3 ايام؟ هيكون نظامنا ازاي ان شاء الله باذن الله؟ هيكون نظامنا احنا خلصنا ال3 ايام، يعني كده باقي لنا 3 ايام، وطبعا احنا بناخد اليوم السادس فري. ان شاء الله باذن الله ال3 ايام القادمين هيكون نظامهم كالاتي. هنصحى من النوم، هاتي ورقه وقلم واكتبي معايا. هنصحى من النوم، هناخد معلقه عسل على الريق وكوبايتين ميه عشان تنشيط الحرق. لو ما عندكيش عسل تقدري تاخدي 3 تمرات. مش هتاخدي عسل او 3 تمرات، ليكي معلقه سكر ابيض طول اليوم، وطبعا تقدري تستغنى عنها، لان احنا دايما بنقول معلقه السكر بتوقف لنا الحرق ساعتين، فيفضل ان احنا نمنع السكر الابيض. طيب هنبدا بعد كده نفطر. الفطار بتاعنا هيكون عباره عن 5 معالق فول، زائد معلقه زيت زيتون، زائد طبق سلطه محترم. طبق سلطه محترم. طبعا طبق السلطه مش لازم ان احنا نجيب خضار ونقعد نقطع، ممكن ناكل خضار سليم. نجيب الخس والخيار والفلفل ونحطه في طبق وناكله سليم. تمام كده. لينا كوبايه لبن. كوبايه اللبن دي تقدري تاخديها كامله مع الفطار، وتقدري تقسميها مشروبات، يعني تاخدي شاي بلبن، نسكافيه بلبن، قهوه بلبن، وتسيبي النص التاني ترجعي تشربيه تاني في بقيه اليوم. ده بالنسبه للفطار بتاعنا. بعد الفطار بساعتين هناخد ثمره فاكهه سناكس من الفاكهه المسموحه بتاعتنا. كل الفاكهه معانا ما عدا العنب والمانجا والتين والبلح. تقدري تاخدي تفاحه، تقدري تاخدي كمثريه، تقدري تاخدي جوافايه، تقدري تاخدي 5 حبات فراوله، تقدري تاخدي 200 جرام كنتالوب، تقدري تاخدي 200 جرام بطيخ، زي ما انت حابه. طيب هنيجي للغدا بتاعنا. الغدا بتاعنا ان شاء الله هيكون صدر دجاج، او 2 سمكه مشويه، او 2 بيض مسلوق، او علبه تونه مصفاه من الزيت. كل دي اختيارات تقدري تاخديها في البروتين بتاعك. وهناخد معاها طبق سلطه محترم مع الغدا، وهناخد طبق خضار معمول بطريقه صحيه. كل الخضار معانا ما عدا البسله والقلقاس، البطاطس نشويات. تمام كده، فما ناخدهاش داخل بند الخضار. هنقدر طبعا هناخد طبق سلطه وطبق خضار، ومش هناخد نشويات في الغداء. طبعا احنا طالعين من تحدي ال3 ايام واخدين رز بما كفى، وقعدنا ال3 ايام ناخد نشويات. ف بكره ان شاء الله مش هناخد نشويات، لا في الفطار ولا في الغداء ولا في العشاء، هنعدي اليوم بدون نشويات. بعد الغداء بساعتين نقدر ناخد سناكس، مشروب من مشروبات الدايت بتاعتنا اللي هي بتنشط الحرق معانا، زي شاي اخضر، زي قرفه، زي جنزبيل، زي كوبايه حتى ليمون، اللي تقدر كوبايه شمر اللي هو الحبه الحلوه. طبعا انا نزلت لكم طريقه عمايلهم على القناه موجودين. العشاء بتاعنا هيكون علبه زبادي وثمره فاكهه، او سلطه الجبنه القريش، يعني نجيب 250 جرام جبنه قريش ونحط عليهم خس وخيار وناكلهم بالمعلقه. طبعا عشان نوصل لنتيجه كويسه هنقدر عشان نوصل لنتيجه كويسه نشرب من 2 ل 3 لتر مياه، لان طبعا دايما بقول الميه هي اللي هتنشط الحرق معانا. فنشرب 3 لتر مياه في اليوم. نحاول نعمل رياضه من نص ساعه لساعه، وان شاء الله هيكون النظام ده هنمشي عليه ال3 ايام القادمين لحد ما نوصل يوم الجمعه اللي هو يوم الفري ان شاء الله. يبقى احنا خدنا 3 ايام تحدي قوي، وخدنا ال3 ايام تانيين نظام عادي جدا مريح. يعني ايه نظام مريح؟ يعني احنا نقدر
هنا البروتين هيكون اختياري، عايزه تاخدي صدر دجاج مفيش مشكله، عايزه تاخدي ورك الدجاج مفيش مشكله، اختياري اللي انت حابه تاخديه تاخديه، الاتنين هيجيبوا نفس النتيجه، هنسيبه اختياري لكم. ولكن 5 معالق رز زائد طبق سلطه زائد 4 معالق زيت صغيرين هنحطهم ندخلهم مع الاكل. العشاء بتاعنا ان شاء الله هيكون علبة زبادي 100 جرام او 200 جرام، ولكنهم هيكونوا كامل الدسم، يعني هنجيب علبة او علبتين وما احناش هنشيل الوش بتاعهم وهناخدهم كامل الدسم. يا رب نكون النظام سهل جدا على فكرة ومش قاسي خالص، داخل فيه نشويات وداخل فيه دهون، بس ان شاء الله بإذن الله نسبة النزول فيه هتكون 3 كيلو في ال3 أيام لو التزمنا بالحرف. الرياضة اللي هنقدر نتبعها في ال3 أيام دول هي المشي فقط. إن التحديات القوية اللي هي ممكن تكون سعراتها قليلة لا يستحب معاها الرياضة العنيفة أو الرياضة القوية، عشان ما نخليش الجسم يحرق سعرات عالية أكتر من نظام يقوم يدخلنا في مجاعة وما يحرقش معانا. فبالتالي في التحديات اللي هي السريعة دي أنا دايما بنصح إن احنا نمشي فقط، بلاش اللي هي التمارين القاسية أو القوية أو الشديدة. مهم جدا جدا نشرب من 2 ل 3 لتر مياه عشان نوصل لنتيجة كويسة. نقدر نستعمل سكر دايت، ممنوع في ال3 أيام السكر الأبيض ولا معلقة العسل اللي على الريق ولا ال3 تمرات تماما في ال3 أيام، تمام، لان النظام داخل فيه نسبه كارب عاليه زي النشويات الموجوده، فبالتالي مش محتاج اصلا ان احنا ناخد لا معلقه عسل ولا ناخد 3 تمرات ولا ناخد سكر ابيض. طيب انا بقول التساؤلات اللي ممكن تدور في دماغكم واحنا بناخد النظام، وطبعا اي سؤال حابين تسالوا فيه اتفضلوا في التعليقات وهرد عليكم ان شاء الله باذن الله. نقدر يا هبه نشرب شاي وقهوه، انا ما اقدرش اعدي يومي من غير ما اشرب شاي وقهوه زي حالاتي كده، انا من الناس اللي طول النهار عماله اشرب شاي وقهوه. طبعا تقدري تشربي شاي وقهوه ولكن نحليه بسكر دايت، وممنوع ناخد كوبايه اللبن في ال3 ايام دول، ممنوع اللبن، ممنوع معلقه العسل، ممنوع ال3 تمرات، ممنوع السكر الابيض. نقدر نستعمل سكر دايت ولكن دايما بقول نستعمل سكر خالي من مادة الاسبرتام لانها مادة خطر جدا بالمخ، تمام كده. فنشرب شاي وقهوة ولكن لينا مرتين فقط، لان الكافيين زي ما هو بينشط الحرق معانا لكنه سهم ذو حدين، لو خدناه اكتر من اللازم بيوقف لنا الحرق. نقدر نشرب مرتين، نقدر نشرب شاي اخضر، نقدر نشرب قرفه، نقدر نشرب جنزبيل. مهم جدا نشرب ميه من 2 ل 3 لتر مياه، نقدر نمشي نص ساعه كل يوم. النظام جميل وسهل، وانتظروني ان شاء الله بعد اتباع المتابعين والاعضائنا على جروب لو نفسك تخسي للبنات فقط. ان شاء الله هننزل الميزان وهعمل لكم اسكرين لموازين الاعضاء اللي اتبعوه، هنزله على منتدى القناه. بالتوفيق ان شاء الله. بعتذر لو كنت طولت عليك الفيديو، ولكن انا كنت حابه اشرح النظام بالتفصيل. طبعا لو في اي حاجه ما انتوش حابين تسالوا فيها في النظام اتفضلوا في التعليقات. وطبعا اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لنا لايك للفيديو وتعملوا لنا اشتراك للقناه وتعملوا لنا تفعيل للجرس، عشان احنا لسه عندنا تحديات كتيره، احنا لسه عندنا انظمه قويه كتيره جدا جدا جدا. ان شاء الله اعمل لكم يوميات للنظام ده، انا نفسي هتبعه معاكم باذن الله، وممكن اعمل لكم يوميات اصورها لليوم كامل بالنسبه للنظام والكميات بالظبط ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. كان معكم ادمن هبه الله، ادمن جروب لو نفسك تخسي للبنات فقط، وقناتكم على اليوتيوب هتخس مع هبه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.